سلام حبوباتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير. على بالي طولت شويه الغيبه. شكرا بزاف اللي راهم يسقسيو عليا في لي كومونتير، راهم يلحقوني وراني نشوف فيهم. يعطيكم الف صحه. هاني جيت اليوم طليت عليكم بهذا التحضيرات تاع رمضان ان شاء الله. كنت وجدت معكم الطماطم، لقيتها يعني بسعر مناسب. هيا حبيت نشارك معكم هذا الفيديو. كنت وجدت هذه الطماطم اللي كيما نقولوا نطيبوا بها، وهذه اللي في لي كوبلي اللي كنت درتها للبيتزا. هنا نبداو حبوباتي مع بعضنا. شوفوا كنت درت يعني كيما نقولوا هكذا شوي في القدره هذه وشوي في هذه. في هذه اللي منا هي اللي راح نديرها كيما نقولوا الطياب، وهذه تاع البيتزا نخليوها بجي ونجيو نبداو مع بعضنا. هذه باه ما يتخلطوش ولا صافيت بعضهم، ومن بعد نوليو نروحوا تاع البيتزا. هذه كيما راكم تشوفوا حكمت الطماطم، غسلتها مليح. قشرتها كاين حبيت قشرتها من نشوف الجلده القشره تاعهم كيما نقولوا شويه خشينه بزاف، كنت حكمت قشرتهم وقطعتها هكذا عشوائي. درت لها رشه خفيفه تاع ملح، شويه برك تاع زيت باه ما تلزقش، يعني من ندير لها والو هذه. وحطيتها على نار قليله. وخليتها طيب في عقالها. هذا الطماطم واش نديرو بها؟ هذه يعني اللي نصبوا بها شربه، نقدروا نطيبوا بها يعني اي هكذا. حبيتو ماكله ديروا فيها طماطم، في تجي فيها طماطم حب تزيدوها فيها. شوفوا هنا حبيتي بعد ما بدات تغلي، شوفوا هي وحدها رايحه تطلق الماء تاعها. شوفوا هنا كيف راهو تبان مايها، رايحه وحدها تطلق الماء تاعها بهذا الشكل. ما نزيدوا لها ما حتى حاجه، شني ساعه ساعه برك ارواحوا حركوها باه ما تلزق لكمش في القدره تاعكم. هذا مكان نغطي عليها ونخليها على نار قليله ونخليها الطيب. هنا شوفوا بعد ما تشوفوها تحسوا باللي الكميه نقصت تاع الطماطم تاعكم كيما حطيتوها، ماشي كيما تلقاوها دوكا. وشوفوا تشوفوا هذاك الماء يعني نقص، وتشوفوها بدات هكذا تحسوا هذاك الماء خثير هكذا بهذا الشكل. نجيبوها ونميكسيها بهذا الشكل هكذا. نجرب كيفاش نميكسيها مليح مليح. شوفوا كيفاه هنا بعد ما كانت ميكسات. على باليش هنا ليه راهي تبان لكم يعني اورانج بلا كي عاد الفلاش، بصح يعني راهي جات حمراء. ما جاتش هذيك الحمراء حمراء باسكو الطماطم ماناش في وقتها، ماهيش هذيك اللي تجي حمراء. شوفوا هنا حبوباتي. هنا بعد ما خليتها بردت تماما حكم درتها في ساشيت كونجيلاسيون حق ما نحتاج كل مره. ومن بعد نعطيكم كيفاش نشرح لكم كيفاش نخبيوها. دوكا حبوباتي نجيو هنا نوليو لتاع البيتزا. كيف انا كنت كثرت تاع البيتزا، قطعتها ثاني كيف بعد ما كنت غسلتها. وهنا نجي واش نزيد لها. نزيد لها ملعقه تاع طوماط كونسونطري، 6 سنينه تاع ثوم، ملعقه كبيره تاع ملح على حسب الكميه تاعكم، ملعقه كبيره تاع كزبر، ملعقه كبيره تاع فلفل احمر. هنا درت 3 وريقات تاع عرن، درت الزعتره وشويه تاع فلفل الكحل. هنا نتوما يعني الملح والطماطم هكذا ولي زيبيز على حساب نتوما واش عندكم كميه. انا كنت درت كلش مغرفه يعني معمره كبيره معمره مليح باسكو راهي البرمه راهي معمره. وهنا رايحه نزيد لها هكذا شويه تاع زيت. هذه نحتاجوها في البيتزا، نحتاجوها في المملحات، نحتاجوها يعني في قداش من حاجه. هنا كنت حكمت قرن تاع فلفل حار، كنت زدت ثاني قطعته كيما هكذا. واللي ما تحبش يعني الحراره تقدر تستغنى عليها، يعني ماهوش حار يعني باه يطلق ريحته برك. كيف نحطها على النار ونقص لها النار مره ونخليها. شوفوا هنا مع تهز الغليه تاعها رايحه نجي نخلطها. شوفوا كيفاش تطلق معها ثاني، ما نزيدوا لها الماء ما والو. صدقوني طريقه ناجحه، ما هي رايحه تفسد لكم، راح تقعد لكم حتى 6 شهور ولا عام، وهي في الكونجيلاتور ما تخافوش منها. مين تحتاجوا تجبدوا منها يعني بغير رمضان. احنا شوفوا بعد ما كيما قلت لكم كان طلقت معها، رايحه نجرب كيفاش نخلط هذوك لي زيبيس ونخلط كلش هكذا مع بعضه. وكيف ساعه ساعه نجيو نضربوا عليها طله ونحركوها باه ما تلزق لناش يعني في البرمه من تحت. هنا كنت انا شوفوا كيف غلقتها هكذا، حطيت المغرف وغطيت الغطا، قلت باه تزربت نشوف لي ثمثم. هنا شوفوا كيف تحسوا الكميه نقصت. شوفوا كيف تحسوها نقصت وتحسوها بدات تخثير. هنا انا ما نحبيش نشفها مره، نحبها كيما نقولوا تجيب قوام، ما تجيش هذيك الحكمه راحه بزاف. هنا كنت طفيت عليها ونجي رايحه نميكسيها. قبل ما نميكسيها نحي هذاك الرند ونحي هذيك الزعتره اللي كنت درتها ومن بعد نميكسيها. هنا ها شوفوا نحيهم كامل ومن بعد نجي نميكسيها بالبغا. نميكسيها مليح مليح يعني نجرب كيفاش نرطبها مليح مليح.
ومن بعد يعني قبل ديما ما نخبيوها لازم نخليوها تبرد مليح. خليو نميكسيوها ونحطوها بجي نخليوها تبرد، ومن بعد نجيو ونخبيوها هكذا باه نضمنوا باللي ما تفزد لنا ما تقراص ما حتى حاجه، رايحه يعني تبقى لكم مده طويله. هكذا في رمضان ان شاء الله كي تحبوا ديروا بيتزا تكون لاصوص واجده ديروا غير العجينه وتخدموها. هنا انا تاع البيتزا كنت خدمتها في لي غوبلي باسكو انا الكميه اللي نحتاجها انه كل غوبلي رايح يكفيني مره. هنا جبت لي غوبلي وعمرهم بهذه الطريقه. نكمل نعمر كامل الكميه اللي عندي، وهذه هي الكميه اللي كنت تحصلت عليها. هذو كما قلت لكم لي فليساشي حنخليهم للطياب وما فيهم والو، يعني ما فيهم لا لي زيبيس لا ملح لا حتى حاجه. هذيك الرشه درناها برك باش ما تطيبش صامته. هادو درتهم هكذا في علبه ورايحه نغلق عليهم ونخبيهم. وهذو لي غوبلي رايحه نحطهم كي بداو يحكموا روحهم يعني في الكونجيلاتور، رايحه نحكم كل غوبلي ونغلفه بالبابي فيلم هكذا باه نضمن ما يهز لي حتى ريحه، ونخليهم في الكونجيلاتور هكذا نخبيهم. هنا بالنسبه لتاع البيتزا كنت درت انا في نفس اليوم يعني اللي خدمت فيه، كنت درت هذو لي ميني بيتزا يعني درت حاجه سامبل وسهله. حبيت باك تشوفوا الصلصه تاعنا في البيتزا كيفاش تكون، وصدقوني جات بزاف بزاف بنينه. رايحه نزيد لكم بنه في البيتزا تاعكم، جربوها بهذه الطريقه ان شاء الله رايحه تعجبكم. وان شاء الله يعني هكذا نكون عطيتكم فكره للتحضيرات اللي رايحين يكونوا يعني ان شاء الله في رمضان. راني كنت درت معكم تحضيرات ديجا في الفيديوهات اللي من قبل، راح نخليهم لكم في صندوق الوصف. وهذه الميني بيتزا تاعنا بعد ما كانت طابت ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعنا تاع اليوم. هكذا نكونوا لحقنا للاخر تاعو. ما تنساوش تخليو لي كامل ذكا جيم وتخليو لي رايكم في التعليقات، ونقول لكم توحشكم بزاف بزاف بزاف. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.